بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص بعد اجتماع الكونسولتو الزملكاوي رسميا الزمالك مش هيخوض مباراة القمة، انسحابا طبعا واحتجاجا واعتراضا على ايه هقول لك. بس بعد ما ارسلك كم الانسحابات اللي الزمالك انسحبها قدام نادي الاهلي، 5 انسحابات واولهم كان 96 احتجاجا على هدف حسام حسن اللي هم كانوا شايفين من وجهة نظرهم ان هو اوفسايد، رغم الدنيا كلها ما كانت شايفه الهدف سليم، وهو الهدف سليم. في الدقيقة 88 نادي الزمالك بينسحب. تاني انسحاب بيجي سنة 99 احتجاجا على طرد ايمن عبد العزيز في اول 4 دقايق، هو طرد. فهو الزملكاويه خلاص من وجهه نظرهم ان هي مش طرد، فقدام الاهلي هتبقى ايه؟ هتبقى مجامله. فخلاص يا معلم هننسحب ومش هنكمل المباراه من اول 4 دقايق. يجي تالت انسحاب سنه 2004 احتجاجا بقى بداعي. تخيل انت بقى بداعي ايه؟ عدم اكتمال لاعبي نادي الزمالك لخوض مباراه النادي الاهلي في البطوله العربيه. يعني مش محلي بس، لا ده عربيا كمان. يعني الفضايح، يعني ايه فضايح الزمالك ريحتها فايحه في كل بطوله ما شاء الله. ونيجي للمره الرابعه في الانسحاب، ودي كلنا شفناها، واقعة الاتوبيس الشهيرة. دي رابع مرة الزمالك ينسحب قدام الاهلي، ودي بتبقى 5 مرة. تعالى بقى نقول لك الاسباب ايه. هي الفكرة مش ان النادي الاهلي يكمل مؤجلاته ولا الكلام ده، لا، هي الفكرة ان هم شايفين ان الهدف اللي اتلغى لهم في مباراة المصري هدف سليم مليون في المية. هتخاطبهم بقوانين الفيفا، بالويفا، باي قانون في العالم، اي قانون في الدنيا، هو مش هيقتنع بيه اطلاقا. ليه؟ هو شايف ان انت بتجامل الاهلي، رغم ان بيراميدز هو المتصدر. يعني المستفيد من ده انت يا ابني حبيبي، ده انت في المركز العاشر، مش الاهلي المستفيد. بيراميدز هو المتصدر، وبيراميدز هو اللي ممكن ياخد الدوري بنسبه كبيره، محدش عارف. بمستوى الاهلي والزمالك ده اللي يخوف، فوارد ان بيراميدز ياخد الدوري. فهو شاف ان هو اتظلم في مباراه المصري او ما عرفش يكسب. تعال انا اقول لك، اي اداره في تاريخ نادي الزمالك بتفشل فلازم تعمل ايه بقى؟ لقطه بطوليه، اللي هو انا بطل، انا هرفع كرامه النادي دي في اي مكان. نعمل ايه؟ ننسحب قدام الاهلي. طب ما تنسحب قدام اي فريق تاني، اشمعنى الاهلي؟ طب ما احتجتش ليه على مسابقه الدوري ككل بما انها مسابقه فاشله؟ خلاص ارفع ايدك قول كده انا مش هكمل الدوري. يعني انت كنادي زمالك، نادي وطنيه وكرامه، ارفع ايدك قول انا مش هكمل، انتوا اتحاد فاسد ومنظومه فاسده، منظومه كره فاسده، انا مش هلعب الدوري. انما اشمعنى ماتش الاهلي؟ لان انت للاسف عندك عقده من اللون ده، عندك عقده من اللوجو ده. بس هو ده الاهلي، هو ده الاهلي. انما اي فرقه تانية ما تقدرش تنسحب قدامها، ما تقدرش. رغم ان خد الكبيره بقى، يعني انت الهدف اللي انت بتحتاج عليه هم، يعني هم الميزه اللي فيهم بامانه وحاجه يعني حاجه تحترم فيهم، يعني بيكتبوا الكذبه ويصدقوها. انت لو جيت اصلا لضربه الجزاء بتاعه المصري، هي مش ضربه جزاء. يعني ضربه الجزاء اللي اتحسبت للزمالك اللي زيزو ضيعها، اللي هي ما عدتش خط المرمى، هي في الاصل مش ضربه جزاء. انت متخيل؟ بس هم خلاص بقى، يعني الفار خدمهم والتحكيم خدمهم، ويعني كتبوا الكذبه وصدقوها. فما تحاولش تقنعه، وما تحاولش تجيب له الرسومات والقوانين والفيفا بتقول ومش عارف ايه، ولازم الكره تتخطى بكامل محيطها، وهتجيب له كره من كاس العالم 2018 انسى الكلام ده. انا بقى والله بشفق على الاهلاويه اللي بيحاولوا يوصلوا معلومه للجماعه. يا جماعه انتوا بتوصلوا لمين؟ بتكسبوا بالتحكيم؟ اه يا عم بنكسب بالتحكيم. الاهلي نادي الدوله؟ اه يا عم احنا نادي الدوله. ايه المشكله؟ خلينا نكون متفقين ان مباراه الاهلي والزمالك هي بتبقى مباراه صعبه على الاثنين، حتى لو الاهلي والزمالك مش في احسن احوالهم. فوالله بنشكركم على القرار الجميل ده، بنشكركم على ال3 بونت دول هديه بصراحه. يعني نشكركم على كرم اخلاقكم يا اللي ما عندكوش اخلاق، على ال3 بونت اللي انتوا اديتوا لنا دول. هي فرصه فريق يريح، لاعب السبت هنلعب الجمعه وفاكس اي حاجه. نتمنى ده يحصل كتير، بس اللي اتمناه صح انكم تكونوا اداره محترمه وما تفكرش تلعب في الدوري المصري تاني. ما دام الدوري ده للاهلي والاهلي هو اللي بيتجمل، فما تفكرش تلعب فيه تاني يا اخي. سيب الدوري، روح. طبعا انت مكانك الدوري الاسباني، مكانك الدوري الالماني، انت نادي ملكي زي ما جمهورك بيشبهك. نتمنى تستمر على نفس الوتيره، تيجي قدام الاهلي وتخاف، تيجي قدام الاهلي وتجيب ورا، هو ده تمامك. سلام.